السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين طلبة جريد 5. معادنا النهاردة مع درس مكمل للدروس اللي فاتت في مادتنا الجميلة ال ICT. درسنا النهاردة بيتكلم يا حبايبي عن موضوع اسمه Information Search Strategies. يعني ايه؟ يعني ايه أساليب أو استراتيجيات البحث عن معلومات؟ ده معناه الحرفي. يعني ايه بقى؟ يعني ديت الاساليب اللي احنا بنتبعها علشان ندور على المعلومات اللي عاوزين نوصل لها، او الطرق او الخطط او الحاجات اللي احنا بنستخدمها، او الطرق اللي احنا بنستخدمها بمعنى اصح علشان ندور على المعلومة اللي احنا بنبحث عنها. تمام. فيلا نبدأ الدرس بتاعنا ونشوف ايه هي الاستراتيجيز اللي احنا بنتبعها علشان نسيرش عن المعلومات اللي احنا عاوزين ايه نوصل لها. اول حاجه في الموضوع بتاعنا اللي هو information search strategies، هو بيتكلم هنا بيقول ان the internet is very big and you must decide exactly what information you want. يعني ايه؟ يعني الانترنت ده بحر كبير جدا او مجال واسع جدا، وفيه معلومات كتير جدا وكميات هائلة من المعلومات. تمام. بس عشان انا ابحث عن معلومة واوصل للمعلومة اللي انا عاوز اوصل لها فعلا، تمام، من غير ما يحصل تضليل ليا، او ان انا مثلا ما اوصلش للمعلومة بالطريقة الصحيحة او اوصل للمعلومة خطأ، تمام، لازم احدد واقرر. ماشي، you must decide، لازم تقرر وتحدد exactly بالظبط ايه المعلومات اللي انت عاوز توصل لها. what information you want. ماشي، مش ان انا الانترنت موجود عندي هقدر ابحث اوصل المعلومة اللي انا عاوز اوصلها. لا، انت مش هتعرف توصل الا لازم تحدد انت عاوز توصل لايه. تمام. هو ده يعتبر مفهوم الدرس، او الدرس كله بيتكلم على النقطة دي. تمام. احنا لو فهمنا النقطة دي كويس خلاص يعتبر فهمنا الدرس كله. يبقى انت الانترنت، تمام، هو مجال واسع جدا ومكان واسع جدا في معلومات بكميات رهيبة ومعلومات متشابهة ومتشعبة وحاجات كتير جدا. تمام. بس انت لازم تحدد انت عاوز توصل لايه. تمام. بناء على التحديد بتاعك ده، هل ده بقى هيبين انت وصلت للمعلومة بعد كده ولا ما عرفتش توصل لها. طيب، لما نيجي نبحث عن المعلومة دي ايه المفروض نعمله؟ هعمل ديسايد ازاي او هقرر ازاي؟ قال لي هنا ايه بقى؟ when searching for information it is important that you ايه؟ اول حاجة قال لي لازم plan your search. plan your search يعني تخطط للبحث بتاعك. تمام. انا عاوز ابحث عن ايه؟ ما مش تدخل وتقول انا هبحث عن حاجة وخلاص. لا، لازم تحدد، تعمل بلان لنفسك كده انت عاوز تبحث عن ايه. يعني مثلا لو اخذنا مثال مادة الاي سي تي بتاعتنا السنة دي، انا دلوقتي عاوز ادور على الليسونز بتاعت مثلا ايه، سيم 1. تمام. فانا لازم احدد، اعمل بلان كده، انا عاوز ايه؟ اشوف الليسونز بتاعت ايه الاي سي تي بتاعت مقرر سنة 5. تمام. السنة دي ده كده البلان بتاعتي، انا عاوز ادور عن ايه. طيب ماشي، حددت وعملت بلان للسيرش بتاعي. تمام. اعمل ايه بعد كده؟ بعمل حاجة اسمها analyze your search. يعني ايه analyze your search؟ يعني بتعمل تحليل للسيرش بتاعك بقى. دلوقتي انا عملت، قلت انا هدور على حاجة بتشرح لي مادة الاي سي تي. تمام. الليسونز الاولى مثلا في ايه؟ مادة الاي سي تي بتاعتي. تمام. طيب، هعمل بقى انالايز، تحليل للايه، لنتائج السيرش اللي حصلت. انا دلوقتي حصل معايا، ظهر معايا ايه؟ نتائج. تمام. اشوف بقى في السيرش او في النتائج ديت هل النتائج اللي طلعت لي صح ولا غلط. ممكن مثلا يطلع لي في السيرش مادة الاي سي تي لدولة الاردن. ماشي. ممكن يطلع لي اي سي تي لمادة مثلا ليبيا. ممكن يطلع لي مادة الاي سي تي لمصر بس مثلا سنة 2000. تمام. فلازم احدد، اعمل انالايز بقى عشان اشيل الحاجات اللي انا مش عاوزها، ولا عشان اقدر اوصل للمعلومة اللي انا ايه عاوزها، اللي هي مادة الاي سي تي في مصر السنة دي. تمام. لسنة 5.
تمام، دي المعلومة اللي انا عاوز اوصل لها. فهعمل انالايز للداتا اللي عندي، او هعمل انالايز للسيرش اللي حصل، واطلع منها ايه المعلومات اللي بتتكلم على النقطة دي بس. تمام، دي ايه فكرة الانالايز يور ايه يور سيرش. تمام، على طول بعد ما بتعمل انالايز بتتشيك ذا انفورميشن يو فايند كريتيكالي. يعني بقى خلاص هو المكتوب في العنوان ان ديت مثلا ليسون 1 لمادة الاي سي تي لسنة 5 سنة 2023 او سنة 2022 السنة دي يعني. تمام، فانت بتتشيك بقى في العنوان ده تشوف فعلا هو بيتكلم فعلا عن المادة اللي انت المادة بتاعتنا ولا لا. ممكن ايه يكون كاتب عنوان بس العنوان ده مضلل، ممكن يكون كاتب عنوان بس الكلام الموجود فيه مش هو ايه مش فيه المعلومات الكافية اللي انت عاوزها. تمام، طيب ليه بقى ان احنا لازم نتشيك الانفورميشن اللي احنا بندور عليها ديت كويس جدا؟ عشان هنا قال لنا ايه a lot of information you first find. المعلومات اللي انت بتلاقيها في الاول او المعلومات يعتبر الاولية when searching will also need evaluating تقييم. تمام، selecting اختيار and ايه organizing تنظيم. يعني ايه زي ما قلنا كده احنا بنعمل ايه evaluate نشوف هل فعلا لما جينا ندورنا دلوقتي والبحث بتاعنا جاب لنا result، والريزلت دي هي الحاجة اللي انا المفروض بدور عليها، بعمل تقييم للحاجة دي اشوف فيها المعلومات الكافية والوافية اللي انا المفروض عاوزها ولا لا. ده اسمه ايه تقييم. تمام، evaluate او evaluating ماشي، ده التقييم بتاع الايه بتاع السيرش اللي حصل او بتاع الريزلت اللي انا ايه بدور عليه. رقم 2 بعمل selecting، خلاص عملت تقييم لايه ل 1 2 3 مثلا من الريزلت. تمام، اعمل سيلكت بقى انا عاوز الريزلت رقم 1 والريزلت رقم 3 والريزلت مثلا رقم ايه 4، مش عاوز الباقي. ده ايه السيلكتنج. تمام، ابدا بعد كده اعمل اورجنايزنج حسب بقى ايه حسب ما انا عاوز بقى، حسب المعلومات اللي انا عاوزها الكافيه في انهي واحد، وايه مثلا الحاجه اللي بتكمل التاني، ايه مثلا في مراجعه في مش عارف ايه الكلام ده كله. ده الايه ابدا ده الاسم بنسميه ايه اورجنايزنج. تمام، طيب خلاص انا خلصت الخطوه دي بتاعت evaluating و selecting و organizing. then you will need to process and organize information before completing your search. ده اللي احنا كنا بنقول عليه ان احنا نعمل بقى ايه خلاص جبنا المعلومات بتاعتنا، نبدأ بقى نكتب مثلا في ورقة، نجيب ورقة وقلم ونكتب الايه اللي احنا عاوزينه وننظمه ايه عشان اقفل بقى ايه موضوع السيرش بتاعي عن المادة بتاعتي ديت او عن الايه الحاجة اللي انا بدور عليها. تمام، يبقى عرفنا دلوقتي يا حبايبي الايه الانترنت ده بحر كبير جدا. تمام، لازم قبل ما ادخل وسيرش جواه لازم احدد انا عاوز اوصل لايه. احدد عن طريق ايه 3 خطوات: plan your search, analyze your search, check the information you find critically. تمام، دول ال3 خطوات وهنبسطهم في ايه في السلايد الجاي. طيب انا دلوقتي ببحث عموما بقى في العموم بقى، مش ببحث في الانترنت بس، اعمل ايه how to search for information. تمام، طيب ازاي انا ابحث عن المعلومات في العموم؟ ماشي، مش بتكلم عن الكمبيوتر بس. تمام، ازاي ابحث عن المعلومات في العموم؟ اول حاجه بيقول لي ايه it is important to work collaboratively with the classmates to conduct research. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من المهم ان انت تشتغل بشكل تعاوني collaboratively with the classmate مع زملائك، يعني علشان توصل لايه توصل للمعلومات او توصل للبحث اللي انت عاوز تبحث عنه. تمام، دي اول حاجة خالص. طيب ازاي ابحث بقى عن المعلومات عموما؟ قال لي اول حاجة decide on a topic. دلوقتي زي ما قلنا كده في الاول ايه بعمل بلان على السيرش بتاعي. انا برضو هنا نفس الكلام بعمل ايه بحدد التوبيك اللي انا المفروض هدور عنه. تمام، طيب ايه التوبيك؟ مثلا مادة الايه اي سي تي مثلا. تمام، دي اول حاجة. ابدأ اعمل ايه بقى بريك ذا توبكس
أو break the topic down into إيه into your إيه subtopics يعني إيه اللي هي موضوعات فرعية. بمعنى إيه؟ أنا دلوقتي التوبيك بتاعي الأساسي إيه؟ مادة ال ICT، ببدأ أقسمها لإيه؟ حاجات فرعية. ماشي. مادة ال ICT لسنة 5 lesson 1 lesson 2 lesson 3 lesson 4 دي كلها lessons دي إيه؟ عبارة عن إيه؟ subtopics. تمام. ممكن انزل بالسب توبكس دي لحاجات جوه الايه الليسونز نفسها، دي برضو ايه سب توبكس. تمام. دي ايه رقم 2. طيب رقم 3 share the knowledge. ماشي with your ايه with your classmate. انا بشير بقى او بعمل مشاركة للمعلومات اللي عندي عموما. تمام. عن الايه lessons ديت مع زملائي في الفصل. تمام. بعمل ايه؟ بقول لهم مثلا ايه اللي انا عارفه وايه اللي انا مش عارفه. what do you know already اللي انا عارفه، what do you not know اللي انت مش عارفه. تمام. علشان كلنا نتشارك مع بعض في المعلومات، بحيث ان انا لو في حاجة انا مش عارفها خلاص انا هعرفها عن طريق ايه واحد زميلي، ونفس الكلام زميلي مش عارف المعلومة ديت هيعرفها عن طريقي. تمام. طيب رقم 4 بيقول لي decide who is going to search for ايه for which information. احنا دلوقتي ايه خلاص احنا تشاركنا المعلومات اللي احنا عارفينها، المعلومات يعتبر السطحية عن الحاجة دي. تمام. هنبدأ بقى ايه نحدد مين هيسيرش فين. بمعنى ايه؟ دلوقتي هنحدد مثلا 2 يسيرشوا في موضوع مثلا lesson 1، و2 هيسيرشوا في موضوع lesson 2، و2 هيسيرشوا في موضوع lesson 3. تمام. طيب ليه بقى بنقول 2؟ بقول مثلا ليه؟ لأنه بيقول هنا it is a good practice for two people to search for the same information and then share and construct their result. معنى الكلام ده ان هو ان انت لو 2 ماشي بيسيرشوا على نفس المعلومات، طبعا كل واحد ليه مصادره وليه طريقته اللي هيسيرش بيها. تمام. عن المعلومة دي، فهيوصل المعلومة بشكل معين، وواحد هيوصل المعلومة بشكل بشكل تاني. الاتنين لما هيجمعوا المعلومات او هيجيبوا المعلومات ديت ويجمعوها مع بعض هيوصلوا حاجات. طبعا انا ممكن الاقي حاجات زيادة عن مثلا صاحبي، وصاحبي هيلاقي حاجات تانية زيادة عني. تمام. فده اللي هو decide who is going to search. ماشي. بنحدد مين اللي هيبدأ يسيرش for which information عن اي معلومات، يبقى بنحدد مين هيسيرش فين. تمام. بالظبط كده. طيب دي الخطوة رقم 4. تمام. خلاص حددنا والناس بدأت تشتغل وفي خلاص جمعنا الحاجات بتاعتنا. لما اجي ابحث بقى هعمل رقم 5 decide on keywords for search about about the subtopics. about the subtopics. تمام. keywords دي عبارة عن بالتعريف بتاعها الكلمات المفتاحية. تمام. وانا بسميها مفاتيح اللغز. مفاتيح اللغز دي عبارة عن عبارة عن أنا دلوقتي بدور على lesson 1 في مادة ال ICT. تمام. ممكن واحد يعمل مثلا يقول لي مادة تكنولوجيا المعلومات للصف الخامس الابتدائي، اللي مثلا اللي بيتكلم عن استراتيجيات البحث او استراتيجيات البحث عن المعلومات. دي طبعا موضوع طويل جدا جدا جدا، هياخد وقت طويل جدا في السيرش عشان يوصل للمعلومة اللي عاوز يوصل لها. طيب بقى الكيوردز اللي ممكن تغني عن كده؟ يكتب مثلا ICT grade 5 lesson مثلا lesson 7. تمام. خلاص 3-4 كلمات بالظبط وصل نفس المعنى. تمام. بس كلمة صغيرة بس هتجيب له المعلومات أسرع. تمام. فاحنا لازم نحدد الكيوردز، الكلمات بتصيغ او بتعمل ديسكرايب او بتوصف السيرش بتاعنا. تمام. فهو بيقول ان it is not a good idea to use full sentence when searching. بيقول يعني مش فكرة كويسة ان انت تستخدم الجملة الطويلة او الجملة الكبيرة وانت بتعمل بحث. تمام. طيب رقم 6 خلاص احنا جبنا المعلومات وجمعناها من بعض اهو في رقم 4، وحددنا الكيوردز اللي احنا هنستخدمها في موضوع البحث بتاعنا. رقم بقى 6 share your result
و decide who to select and organize the information and then how to organize it for presentation. خلاص احنا ايه جمعنا المعلومات، نبدأ بقى نشيرها ونبدأ نعمل ايه مشاركة بقى إيه للمعلومات دي او نتائج البحث اللي احنا وصلنا لها دي بينا وبين بعض بقى. خلاص احنا وصلنا للمعلومة الكاملة واللي احنا ايه عاوزين نوصل لها. طبعا هنشير المعلومات دي ازاي؟ لازم نعمل سيلكت ليها واورجنايز زي ما اتكلمنا في الجزء الاولاني، تمام، علشان نبدأ نعرضها بقى، نعرضها في شكل مثلا في شكل وورد، في شكل برزنتيشن بالباوربوينت، في اي شكل من ايه من اشكال البرزنتيشن. تمام، يبقى دي طريقة البحث عن المعلومات. اول حاجة بحدد التوبيك بتاعي، بقسم التوبيك بتاعي لاكتر من ايه من جزء سب توبكس. بعد كده بشير النولج المعلومات السطحية عن الموضوع ده بيني وبين زملائي. رقم 4 بحدد تمام مين هيبحث فين، تمام، مين هيبحث عن معلومات ايه في السب توبكس. يعني مين مثلا هيبحث عن معلومات عن ليسون 1، مين هيبحث عن معلومات في ليسون 2، ويفضل ماشي ان اكتر من واحد يبحثوا في ايه في الموضوع ده. تمام. طيب رقم 5 بحدد الكي ووردز الكلمات المفتاحية، تمام، في البحث بتاعي. ولا يفضل ان انت تستخدم الجمل الطويلة في البحث. تمام، ده رقم 5. رقم 6 ببدأ اعمل شير للريزلت اللي حصلت ديت بيني وبين ايه كلاس ميت او بيني وبين زملائي، وبعرضها في ايه عشان احدد بقى ايه اللي هيتحط في البرزنتيشن بتاعي. تمام، ده يعتبر توضيح الايه ال6 خطوات دول. وبكده حبايبي حلوين نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهارده، وان شاء الله اشوفكم كويسين وفي احسن صحة واتم حال في ليسون ايه في الليسون اللي جاي باذن الله تعالى، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.